بسم الله الرحمن الرحيم. ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نخش على الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي وتذكروا الله لا إله إلا الله. النهاردة كده ايه هنقول مع بعضينا، نشوف فراخنا وصلت معايا ل4 كيلو الا ربع، والله العظيم 3 وصلت معايا فراخي 4 كيلو الا ربع، بسم الله ما شاء الله. في عمر 36 يوم، في عمر 36 يوم، يعني انا ذبحتهم يوم 27، يوم 37 يوم، اسفه يوم 37 ما كلوش خالص، ذبحتهم يومها. وزنت الفراخ وصلت معايا ل4 كيلو الا ربع، و3 كيلو ونص، و3 كيلو. اقل فراخ عندي 2800، 2900. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. فراخ جميله جدا. نوع الفراخ قبل ما انسى، نوع الفراخ نوعها اربو، انجبه النوع الاربو، نوع حلو جميل، بيستحمل الصقعه وبيستحمل الحمل. القب جميل برضو، بس بيستحمل ما بيستحملش الصقعه خالص، يعني عايز تدفيه جامده. عملنا ايه عشان نشوف فراخنا؟ الناس بتشتكي ان الفراخ كسيله، الفراخ مش نشيطه، الفراخ مش بتجري، ما بتاكلش، كسلانه، بتنعس وهي واقفه. دي كلها حاجات من اسباب ان هي بتخلي الفراخ معاكي ما تزيدش، ما تخليهاش تزيد، تكون كسلانه، ما تسحبش معاكي في الوكل. عملنا ايه عشان الفراخ تبقى معانا بالحجم ده؟ جبنا شطه اللي هي حره، جبتي الشطه اللي هي الحره، البابريكا اللي هي الحره المولعه، بتقولي للعطار انا عايزه شطه حره مولعه. ما تجريش الفيديو لان فيه معلومات حلوه جدا جدا، هقول لك على كل حاجه في الفيديو. جبت الشطه الحاره المولعه من عند العطار، وعلى كل يعني انا معايره بالسجايه اللي هي بتاعت السجايه بتاعت الميه اللي هي بتاخد لتر دي، بملاها مرتين علف، بملاها مرتين علف، واحط عليهم معلقه كبيره من الشطه، مش شطه بس تكون يعني حاره جامد جدا. احطها في نص كوبايه ميه واقلبهم واكبها على العلف واخلطهم كويس جدا، واحط منهم للفراخ. الفراخ مش ليل نهار تحطي الاكل قدامهم، يعني العلف والميه طول ليل نهار، لا، لازم تجوعي فراخك من 2 ل3 ساعات في اليوم. كل ما تطلعي تحط لهم اكل، تشيلي ياكلوا وتروحي شايله الوكل والميه من قدامهم. الفارخ لما باكل العلف وانت حاطه عليه شطه، حنكه بولع نار، بيجري يشرب ميه، يرجع ياكل يشرب ميه. بالطريقه دي الفارخ بيزيد. وبعدين الشطه بتعمل ايه؟ بتنشط الفرخ، بتخليه يتحرك ويجري، بتخليه يتحرك ويجري، واحنا عايزين فرخ يتحرك ويجري عشان ياكل، عشان ايه؟ ياكل. وكل ما تطلعي هش الفراخ كده، يعني جريهم كده بالعصايه شمال ويمين عشان يجروا ويتحركوا معاكي ويبقوا ايه؟ نشيطين. تاني حاجة نظافة المكان، أهم حاجة نظافة المكان. تكنسي الفراخ من عمر يوم ل15 يوم، بتكنسي تحتهم بعد 15 يوم، بعد كده بتكنسي كل 5 أيام وتنظفي تحتهم، تتجنبي الأمراض، تتجنبي الكوكسيديا، تتجنبي البرد، تتجنبي كل حاجة، وفراخ بتبقى ما شاء الله جميلة جدا. في المية تعصري عصرة ليمونة، او تحطي بيضات سموم، تحطي اللهم صل عليك يا نبي، تفرمي بصل على توم. الميه ما تحطيهاش ميه بيضه كده خالص، لازم تحطي في الميه اي حاجه، يا تحطي شعله ليمون، يا تحطي ليمون، يا تحطي خل، يا تحطي عسل، يا تحطي بصل، تفرمي بصل على توم وتحطي. المهم الميه ما تحطيهاش بيضه كده خالص، الميه لازم تطعميها بحاجه، اي حاجه عندك. والعلف زي ما انت شايفة من أول يوم لآخر يوم، من عمر 10 أيام وأنا بحط لهم الشطة الحارة دي، من عمر 10 أيام وأنا بضيف الشطة الحارة دي ليهم. شايفين الفرخ حفي شديد، متنشط معايا، باكل، وزنه ما شاء الله جميل جدا. التدفية والتهوية أهم حاجة، إن انت تدفي المكان وتهوي في نفس الوقت. يعني أنا فاتحة حتة في الشباك، في النهار بفتحها وفي الليل بسدها عشان الجو بيكون بارد جدا. دجة دفاية سرير زي ما انتم شايفين كده في الحيطة، في الليل بنزلها عليهم وادفيهم كمان. اهم حاجة التدفية وتهوية المكان، عشان التهوية والتدفية عينين الفراخ مش توجعها. لو انت مش بتهوي المكان الريحة هتكون صعبة، فراخك هتعيا، هتيجي لها كوكسيديا، عينها هتوجعها، مش هتزيد معاكي. يبقى ايه؟ مخاطر من جميع الاحوال. يبقى لازم تهوي المكان، تدفي المكان، تهوي وتدفي المكان وتنضفي تحت الفراخ، ال3 حاجات دول. وتجوعي الفراخ، وتجوعي الفراخ من 2 ل3 ساعات في اليوم، من 2 ل3 ساعات في اليوم، ياكلوا ويشربوا وينبسطوا، وبعد كده تروحي شايله الاكل والميه من قدامهم 2 3 في اليوم. ما تخافيش، الفراخ مش هيجرى لهم حاجه، الدنيا شتاء والفراخ روحها طويله شويه في الشتاء، اما في الصيف
الناس ما مش بتعطش الفراخ ولا بتجوعها اكتر من ساعه، اكتر من ساعه، علشان الفراخ بتفروحها بتفيص في ثواني في الصيف. فالميه لازم تكون قدامهم على طول، يعني اقل حاجه بتجوعهم في الصيف ساعه واحده. اللهم صل عليك يا نبي. لو انت بتربي في اوضه كبيره زي حالتي كده، فانت تقسمي الاوضه نصين. تقسمي الاوضه، شايفه انا بشاور لك، انا حاطه 3 لونات بس، انا فاصله لونتين، ومش حاطه واكل للفراخ دلوقتي لان انا هذبحهم. انا خلاص خلصت وحطيت لهم الاكل في الليل، ودي تاني يوم الصبح هنذبحهم. شايفين انا فاتحه في الشباك ازاي عشان تهوي الاوضه، عشان تهوي الاوضه تسحب معايا. وفي الليل بروح سديها، في الليل بسدها وفي النهار بفتحها. قسمه الاوضه نصين، من الركن ده للركن ده بشكاير زي ما انتم شايفين، عشان لو فتحت الباب وانا بخش كده الهواء بيخش مره واحده، مش تروح على الفراخ يعتصوا منك وياخدوا برد، لا. بتفتح الباب الهواء بيرد، الشكاير اللي انت حطاها دي بترد الهواء زي ما انتم شايفين. انا بوريكي، شايفه جسمها من اول من الركن ده في الاوضه للركن التاني. اعمليها زي ما انا عاملاها ان شاء الله فراخ هتبقى 100 100. انا فاتحه الاوضه عشان الناس اللي تقول حته برد، انا هذبح الفراخ دلوقتي. ما شاء الله اوزانهم اقل وزن عندي، اقل وزنه كانت 2800، شايفين الميزان 3890. ما شاء الله الاوزان جميله جدا جدا جدا. وديت 3 ونص، شايفين 3 ونص وازود كمان، وديت برضو 3 ونص و90 جرام. ما شاء الله الاوزان ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يعني ايه كرمني فيهم. ودول كده نظفتهم، ذبحت ونظفت، بس النور قطع في الحته دي فما ايه مش عرفنا نصور. صورنا التصاوير كده في الضلمة، وذبحنا الفراخ ونضفنا وطبخنا وبألف هنا طبعا. وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس توصلكم مني كل جديد يا أحلى متابعين. أي استفسار اكتبولي في التعليقات وهرد عليكم إن شاء الله. فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا.